يا صديقي هقول لك الموقف النهائي بخصوص مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم. جدد مسؤولين النادي الأهلي رفضهم للعرض الذي وصل من نادي نايس الفرنسي للحصول على خدمات مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم. العرض يا صديقي كان بمقابل 2 مليون دولار، لكن إدارة النادي الأهلي شددوا على ضرورة رفع المقابل المالي لإتمام الصفقة. تلقى محمد عبد المنعم عرض رسمي من نادي نايس الفرنسي لإتمام الصفقة بمقابل 2 مليون دولار، لكن هقول لك إن النادي الأهلي يرفض تماما ويطلب 4 مليون دولار كحد أدنى لبيع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عقده مع النادي الأهلي هينتهي في يونيو 2025 المقبل، ويمارس حاليا محمد عبد المنعم ضغوط قوية على إدارة النادي الأهلي للحصول على الموافقة بالرحيل للنادي الفرنسي محمد